انتوا عارفين ان انا جبت كتب جديده؟ مش عارفين صح؟ تعالوا بقى اكلمكم النهارده على الكتب الجديده اللي جبتها من معرض كتاب السويس. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي فتره غايبه عنكم، بس ادينا رجعنا بمحتوانا لذيذ وكلامنا عن كتب جديده. اتفاجئت بمعرض كتاب في السويس معمول لمده اسبوعين، وده شيء حمسني جدا ان انا انزل بقى وابدا الف كده واشوف المعرض دور النشر نازله فيه ايه. ان جينا الحق هي دار نشر واحده، انا كنت متحمسه اكتر حاجه ان انا اروح واشوف هل الخصومات اللي بتعملها في معرض كتاب القاهره هل متواجده برضو في السويس ولا لا. وحقيقه انا اتفاجئت. فخلونا نبدا فيديو النهارده ونشوف الكتب اللي انا جبتها، وما تنسوش انكم تعملوا لايك وكومنت واشتراك عشان يظهر الفيديو لاكبر عدد. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. معرض كتاب في السويس، يعني نروح ونشتري كتب بعد ما نشوف الاسعار واخبار. وبما اني اصلا الفتره دي اللي هو انا بجهز لمعرض الكتاب بتاع القاهره، هتقولوا لي لسه بدري، اقول لكم لا، احنا بنجهز له من بدري ماديا. فمعرض كتاب السويس كنت عايزه اجيب منه كتب، وفي نفس الوقت مش عايزه اصرف فلوس كتيره لان اصلا البادجت على قد. فمن هنا لهنا لغايه ما لقيت دار نون للنشر والتوزيع عامله الخصومات الرهيبه بتاعتها اللي تقريبا بتعملها في كل معرض من المعارض اللي بتتم عموما، سواء كانت في القاهره في اسكندريه او في السويس. فقررت ان انا اخدني كده في رحله لدار نون للنشر والتوزيع ونشوف برضو الاصدارات الجديده فيها. فتعالوا كده مع بعض نشوف الكتب اللي انا جبتها من دار نون. بما اني كاتبه وبما اني مقدمه محتوى، فدار نون قررت انها تعمل برومو كود يخلي الناس اللي تبعي تاخد خصم فوق الخصم في معرض السويس. طب ايه البرومو كود ده؟ هو MD10. نرجع مرجعنا لمجموعه الكتب اللي انا جبتها، وخلينا عارفين ان الاصدارات اللي انا جبتها هي اصدارات جديده. ولو فاكرين قبل كده اتكلمنا على القناه هنا على روايه بنسيون باولو. بنسيون باولو كانت برضو من اصدارات دار نون للنشر والتوزيع، في كتاب قراته قبل كده برضو كانت روايه احبك اكثر، وكانت برضو من اصدارات دار نون. وتعودت في اغلب الوقت ان اصدارات دار نون ما فيهاش حاجه وحشه، هي دايما بتختار الكتاب اللي حرفيا قلمهم تحفه. فخلونا نبدا نشوف الكتب. اول حاجه، وهي حاجه انا ما قراتهاش يمكن قبل كده، عارفين الاعمال اللي كنا بنجيبها زمان من سور الازبكيه ونقول ان هي روايه جيب صغيره؟ فالكاتب احمد الزيني قرر ان هو يعمل لنا المجموعه التحفه دي تحت اسم واندرز، وهي عباره عن 5 اعمال مع بعض. شايفين الاعمال؟ تحفه بجد، انا متحمسه ان انا اقراها، خصوصا ان هي اعمال صغنونه كده. طيب ايه الاعمال دي او اسمها ايه؟ اول حاجه عندنا انتقام اتوبيس، تاني حاجه اسطى مصر، حياه جديده، عالم موازي، مدد يا سيدي مدد. انا متحمسه بجد. نيجي بقى الاعمال تاني اللي جبتها برضو من دار نون للنشر والتوزيع. خلونا نشوف كده حاجه. جبت ثلاثيه المسافر، استنوا اوريها لكم اهم، ودي ثلاثيه المسافر دي الاسلام عماد. بصوا اول عمل فيها كما كان، والمسافر، ولن يعود. 3 اعمال دول بيكملوا بعض، ومتحمسه جدا ان انا اقراهم. يعني حاسه ان ورا كل حكايه تفاصيل مختلفه تخليني اصلا متحمسه ان انا اقرا الاعمال دي كلها. واخيرا انا ما جبتش الاجزاء كلها لان انا اول مره اقرا حاجه رعب. انا ما كنتش بقرا رعب قبل كده، فقلت كده نبدا بحاجه بسيطه، وهي بوابات الجحيم. هي مجموعه مع بعض، بس انا جبت منهم اول بوابتين، بوابه سيامي لمحمد عصمت، والبوابه الثانيه صندوق نهايه العالم لعمرو المنوفي. بصوا الالوان، بصوا الغلاف، بصوا تحفه ازاي. انا ببقى متحمسه جدا وانا بقرا الكتب لما تكون الروايه شداني، اللي هو انت مخليني عايزه اكمل، انا حابه كل التفاصيل دي. وبس كده، دي الاعمال اللي انا جبتها من دار نون للنشر والتوزيع. هما مش كتير، بس يعني انا متحمسه لان اعمال مختلفه وما قراتهاش قبل كده، وكمان ادوني البوك مارك دي. انا يا جماعه بحب البوك مارك قوي. عايزاكم تقولوا لي متحمسين ان انا اكلمكم عن انهي كتاب من الكتب دي. كتب مش كتيره، بس انا عارفه ان انتم متحمسين، فقولوا لي عشان نبدا كده في مراجعاتنا على القناه. وبرده بنكمل في كتاب شهرزاد اون فاير، عشان ما تفتكروش ان انا قريت اول بارت كده منه وحكيته معاكم وخلاص. هنكمل بس خلونا برده نراجع من الاعمال دي. فقولوا لي حابين نبدا بانهي عمل. انا قلت لكم كل الاعمال، فقرروا انتوا وقولوا لي في الكومنتات. اشوفكم على خير.